السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المغاربة فين ما كنتم، كيف العادة نتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، لا اللي كاينين هنا في المغرب ولا اللي كاينين خارج أرض الوطن. الله يحفظكم، الله يحفظ البلاد ديالنا. المهم في هذا الفيديو إن شاء الله قررت نهضر على واحد الموضوع لأنه مهم جدا، والصراحة حسيت بواحد الفخر وبواحد الاعتزاز وانا تنشوف هذا الصور اللي تيشاركوها النجوم ديال المنتخب الوطني المغربي مع المتتبعين ديال اسود الاطلس، او ان صح التعبير مع المعجبين ديالهم اللي متبعينهم في الصفحات الرسميه ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي. حنا في هذا الزمن هذا تنعرفوا قوه الصوره، تنعرفوا اننا في امس الحاجه لاننا نشوفوا واحد الشباب اللي يمكن ناخذوهم كقدوه. لهذا من بعد ما شفت الصوره ديال المهاجم او النجم المتالق ديال المنتخب الوطني المغربي بلال الخنوس اللي قرر انه يزور البيت الحرام ويمشي يدي العمره قبل انطلاق كاس افريقيا بايام قليله، وكيف انه نشر هذه الصوره هذه في صفحته الرسميه واللي لقيت واحد التفاعل رهيب جدا. هذا الشيء هذا الصراحه عجبني لعده اعتبارات. اولا لان هذا الشاب هذا اللهم بارك، كل المواقف التي عبر عنها لحدود هذه اللحظه تتخليك فعلا تقف احتراما وتقديرا لهذا الشاب هذا والعقليه الناضجه اللي عنده، علما ان السن ديالو مازال ما كملش 20 سنه، ولكن اللهم بارك بحال الا راك جالس مع واحد الراجل اللي بلغ من الكبار عتيا والدايف في الدنيا وجايب كما تنقولوا بالدارجه. بلال الخنوس بالاضافه كذلك للاعب عز الدين أناحي اللي كان مع الام ديالو في بيت الله الحرام، بالاضافه كذلك للصوره الاخرى اللي انتشرت وفيها زكريا ابو خلال وبلال الخنوس، والصور السابقه اللي انتشرت لياسين بونو، منير المحمدي، اشرف حكيمي ومجموعه من اللاعبين الدوليين المغاربه اللي اغلبهم كاينين حاليا مع المنتخب الوطني المغربي. هذا الشيء كله رائع الصراحه تيخلينا نفتخروا بالشباب ديالنا وباللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، خصوصا الى شفنا انه الى وقت قريب كانوا اعداء دين الله اللي تيحاربوا كل ما له علاقه بالدين الاسلامي داروا واحد المحاوله، ولكن تم وأدها واقبارها في مهدها. اللحظه اللي ناضوا شي وسائل الاعلام قالوا باللي المنتخب الوطني المغربي مخترق من ماذا؟ مخترق لان فيه انتشر فيه الفكر الداعشي. هذه الروايه هذه نقلوها وسائل الاعلام الالمانيه اللي تعاملت معهم الجامعه الملكيه المغربيه بحزم شديد، واضطروا انهم يقدموا اعتذار لكل مكونات المنتخب الوطني المغربي، كما ان ايضا الجرائد او الجريده او الصحيفه المغربيه اللي كانت السباقه لتداول هذا الخبر دات عليها الجامعه الملكيه المغربيه بيان شديد اللهجه، واضطر هذا الشيء لحذف ديك الماده التافهه اللي كتبتها، وايضا تقديم الاعتذار للجوج ديال اللاعبين اللي اتهموهم اللي هما عبد الحميد الصابري وزكريا ابو خلال. وللاسف الشديد هاد الجوج ديال اللاعبين الاصابه حرمتهم من المشاركه في كاس افريقيا مع المنتخب الوطني. هاد الجوج ديال اللاعبين اللي بدون شك البركه ديالهم حلت على المجموعه وتم ترجمه ذلك في الاهداف الرائعه والثمينه اللي سجلها عبد الحميد الصابري، اللي غيكون واحد من
ابرز اللاعبين الغائبين على القائمه ديال المنتخب الوطني المغربي في كاس افريقيا، خصوصا انه واحد اللاعب بديل اللي كل ما دخل الا وتيقدم الاضافه. واحد الخبر سار وسعيد عنه هو انه سيعود الى نادي فيورنتينا بنهايه الموسم الحالي. كما ان الاصابه ايضا حرمتنا من اللاعب زكريا ابو خلال، اللاعب المحبب والمفضل عند وليد الركراكي نظرا للادوار التكتيكيه التي يقدمها فوق ارضيه الميدان، وايضا نظرا لنبل اخلاقه، وايضا للصراحه التربيه الحسنه ديالو. لان هاد اللاعبين هادو وهاد الاخلاق الحميده ديالهم فين تيتجلى هاد الشيء؟ تيتجلى لنا في غرفه تبديل الملابس والجو العائلي والاخوي الذي يسود فيها. وهذا الشيء اللي خلى وليد الركراكي فاش هضر على الاختيارات اللي دارها واللي بالمناسبه تندعموها وتنساندوها، وله كامل الصلاحيات في انه يعيط لاي لاعب بغى وما يعيطش لاي لاعب بغى، يكون لاعب متالق او ما متالقش داك الشيء تيبقى اختيارات المدرب والطاقم التقني، هما اللي عارفين شنو صالح لهم، هما اللي عارفين من غيعيطوا. المحاسبه ما تتكونش لحظه الاعلان على القائمه ديال المنتخب، بل فاش تتجرى المسابقه وتنشوفوا الحصيله النهائيه. المهم هذا الزمن هذا كما تتعرفوا طفى على السطح مجموعه من التافهين، مجموعه من الرويبضات، مجموعه من النماذج اللي للاسف الشديد تسيء لبلدها ولوطنها ولنفسها ايضا بالتصرفات ديالها وبالافعال اللي تديرها في مواقع التواصل الاجتماعي. هادو اللي شئنا ام ابينا ولاو نموذج عند بعض الشباب اللي باغيين يقتفوا الاثار ديالهم ويمشيو على نهجهم، لان تيبان لهم ان النجاح الان هو هذاك، انك تكون تافه سامج تتنشر الميوعه والفضائح في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل انك تحصل على بعض الدريهمات. ولكن هاد الناس هادو ما عارفينش ان الارث اللي كيخليه الانسان من خلفه والصوره اللي تذكره بها الناس وكذلك ما سيلاقي به ربه هو اهم شيء في هذه الحياه. هذه الحياه راه حنا فيها غا عابري سبيل، واحد النهار غنمشيو. راه حشومه الانسان يخلي موراه واحد الحاجه اللي يحشم هو او الابناء ديالو يشوفوا على ذاك الصوره، خصوصا من بعد الرحيل ديالو. منين غيموت وغيدفنوه في القبر ديالو راه خصو يخلي شي حاجه اللي على الاقل من يشوفها الواحد يقول والله يرحم هذا السيد هذا او هذه السيده هذه، او على الاقل انه يخلي صدقه جاريه منين غينقطع العمل ديالو غتبقى هي خدامه من ورائه. ماشي تخلي فيديو كله فضائح، كله موبقات سيئات، امور اللي تتسيء للمحيط ديالك، الوالدين ديالك، التربيه ديالك، البلاد ديالك، المعتقد ديالك، الدين ديالك. المهم هذا الشيء علاش انا عجبني انني تنشوف هاد اللاعبين هادو اللي بالرغم انهم كبروا وترعرعوا في اوروبا، كيفاش انهم متمسكين بالتقاليد ديال بلادهم وبالشعائر الدينيه ديالهم وتأديو المناسك ديالهم، وفيهم اللي ملتزمين التزام حقيقي. وهذا الشيء اللي اغاض الناس اللي تيحاربوا كل ما له علاقه بدين الله وبالدين الاسلامي. دابا المشكله ديالنا هو ان بزاف تيبغيو يتنصلوا او انهم باغيين شي دين بوحدو، تتلقاه تيحارب كل ما له علاقه بدين الله وشرع الله وتيقول لك انا مسلم، وتتلقاه كاع الموبقات وكاع الكبائر اللي كاينين فوق الكره الارضيه يزيزها ويرتكبها بزهو وفخر، وفي العلانيه وعاجبه الحال وتيقول لك ان الله غفور رحيم. المهم هذا المنتخب الوطني المغربي ديالنا شفنا منهم غير الخير. في المونديال القطري عطاو واحد الدرس وواحد الصوره للعالم على التماسك ديال الاسره المغربيه، على الدور ديال الام فيها، تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك، قال ثم ابوك. فاش سولوه من احق الناس بصحبتي او كما قال عليه السلام. المهم شفنا الاحتفالات ديال اللاعبين في كاس العالم بقطر فاش يسجلوا شي هدف ثمين،
تيحمدوا الله ويشكروه عن طريق السجود. الله سبحانه وتعالى تيقول ولئن شكرتم لازيدنكم. ديك الشيء الله سبحانه وتعالى علاش بارك ديك الخطوات وحققنا واحد الانجاز اللي ما عمره تحقق. شفنا اللاعبين المغاربه وهما تيحتفلوا مع الامهات ديالهم، وشفنا هاد الصور الجميله كلها اللي تتعبر على الثقافه ديال المغاربه، على التقاليد ديال المغاربه، على ديدار المغاربه، على الموروث ديال المغاربه، وكذلك على القيم الاسلاميه ديالنا. هذا الشيء كله صراحه الله خلانا اننا نخليو واحد البصمه فريده متميزه في وحده من انجح النسخ في التاريخ ديال المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم اللي تجرى في قطر. ما يمكنش انك ما تشوفش الصوره ديال الموهوب او النجم الكبير سفيان بوفال وهو يحتفل مع امه فوق ارضيه الميدان، وما يمشيش الذهن ديالك لديك واحده من اروع النسخ اللي قدمها المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم اللي تجرى في قطر. علاش انا فرحان وجيت انني فعلا نهضر على هذا الشيء؟ باش يبقى هذا الفيديو ان شاء الله مستمر، ويبقى هذا الفيديو كواحد من اروع الذكريات لهاد اللاعبين المغاربه الشباب وهما تيأديو المناسك ديالهم. وثانيا لانه الى وقت قريب كان كيوصلنا من المحيط ديال المنتخب ما لا يسر. ها هما شدوا هذا متلبسا وهو مدخل الشيشه اللوطي، ها هو شدوا هذا وهو المهم خلينا داك الشيء كان كيوقع في محيط المنتخب في فترات سابقه راكم عارفينه، لا داعي لذكره. غنقارنوه مع دابا ومع العقليه السائده دابا في المحيط ديال المنتخب الوطني المغربي، وعلى التاثير الايجابي اللي داروه مجموعه من اللاعبين على الزملاء ديالهم. وهذه هي الرفقه الحسنه. ما نكروش الدور الكبير اللي قام به فعلا عبد الحميد الصابري وسط المجموعه، وقام به ايضا زكريا ابو خلال، وقام به نصير مزراوي اللي هذا واحد اللاعب ملتزم بما للكلمه من معنى. الاب ديالو كان حكى في وقت سابق الاسباب ديال الالتزام ديالو وكيفاش انه زهد في الدنيا بكل نعيمها. علاش؟ لان اللحظه اللي كان مريض، اللحظه اللي كانت كورونا، دخل المستشفى كان جالس تما وشاف واحد كانوا جايبينه مريض وتقاس بالفيروس ديال كورونا ومات حداه. تما فين تاثر نصير مزراوي لدرجه كبيره جدا صافي وخرج، والتغييرات العقليه ديالو ككل عرف ان هاد الدنيا هذه مجرد سراب. الدنيا لا تدوم والكراسي كذلك لا تدوم، فلو دامت لما وصلت الينا. كلنا غنعبروا من هاد الدنيا هذه وغنمشيو. والله يرحم بامبارك ويرحم جميع الاموات اللي ماتوا، والله يلحقنا بهم مؤمنين. راه منين تتشوف العمر ديالك اللي عشتي دابا وشنو دوزتي فيه تيبان لك بحال الا كنتي غا حليتي عينيك وسديتيها وتتحلم، راه بحال هكاك العمر ديالك. لهذا النصيحه ديالي لنفسي انا ولاي واحد هو اننا نحاولوا ما نخليوش غا في مواقع التواصل الاجتماعي شي حاجه اللي تضر بنا او اننا نموتوا وتكون سيئات جاريه خدامه من ورائنا تتجي مجانا. انت ميت عباد الله والذنوب جايين موراك بسبب شي فيديو نشرتي فيه الفواحش، بسبب شي فيديو حاربتي فيه دين الله وشرعه، بسبب شي فيديو حاربتي فيه اهل الله، بسبب شي فيديو بينتي فيه انك عدو الله. هادشي كله راه ما غيدوملكش. نهار غيديرونا في قبرنا غيديرونا لوحدنا، غنتلاقاو الله بوحدنا وغنوقفوا نتحاسبوا حنا على داك الشيء اللي درنا. نعم كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابين، راه حتى واحد ما معصوم من الخطا، ولكن انك دير واحد المعصيه في الستر وتطلب من الله انه يغفرها لك، ماشي هو انك تجهر بديك المعصيه او انك تحدى الله وشرعه وتنوض تنشر الفواحش ما ظهر منها وما بطن في المجتمع، وتبغي انك تساهم في تخريب التنشئه والاسره بزاف ديال الامور، يا بالافعال ديالك ويا بالقوانين التي تسنها ولا باي حاجه. المهم اي حاجه تترمز الدين ديالنا والتشبث ديالنا بالمبادئ ديالنا وبالقيم ديالنا وبالوازع الديني ديالنا خصنا نفتخروا بها وننشروها ونساندوها باش فعلا الشباب
لان كاين واحد الفئه كتاثر بدرجه اكبر، يكونوا فعلا هادو هما القدوه ديالهم. لاعب ناجح اللهم بارك من الناحيه الكرويه، لاعب ناجح في مسيرته المهنيه، لاعب وصل للنجوميه والاضواء، لاعب قوه الملايير اللي عنده ما خداتوش الدنيا ونعيمها والفتنه ديالها، وقرر انه فعلا يعطي واحد الصوره جميله على من هو ومن هو اصله ومن اين جاء وما هو دينه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. راه خصك تفتخر أنك مسلم، وخصك تقولها وراسك عالي للسما. واخا أننا كم قلت أننا نخطئ ونرتكب العديد من الذنوب والكبائر والصحيفة ديالنا عامرة، والمسكين داك الملك اللي في الشمال تيقيد السيئات ما تيوقفش، ولكن واخا هذا الشيء كله تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يتجاوز علينا ويغفر لنا ويسمح لنا ويقابلنا بعفوه ورحمته، وما تنتحداوش شرع الله وتنامنوا به وتنامنوا بكل حدود الله، واي حاجه عندها علاقه بالدين ديالنا حنا مسلمين امرنا فيها لله، ماشي داك الشيء اللي غيعجبنا بل داك الشيء اللي امر به الله شئنا ام ابينا. هذا هو الدين ديالنا. واخا تنغلطوا واخا تنخطئوا تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يتجاوز علينا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يستجب الدعاء ديال هاد اللاعبين الشباب اللي فعلا بين الدعوات اللي غيكونوا دعاو بهم وهما في اقدس بقاع الارض، انهم ربي سبحانه وتعالى يوفقهم، وانهم ينجحوا في المسيره الاحترافيه ديالهم، انهم ينجحوا مع المنتخب الوطني المغربي. وإلا نجحوا مع المنتخب الوطني المغربي فمن بين هذه النجاحات ان شاء الله تحقيق الالقاب اللي غتسعدنا احنا كمغاربه، لاننا تنبغيو المنتخب ديالنا، تنبغيو بلادنا، تنبغيو نشوفوا المغرب ديالنا ديما ناجح في مختلف المجالات، من الناحية الرياضية، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، ماشي غير في كرة القدم، في جميع القطاعات ديما الحمد لله باغي نشوفوا البلاد ديالنا هي الأولى في كل شيء. وإن شاء الله بإذن الله السميع العليم هذا الشيء اللي غيكون، وخصنا ديما نكونوا متفائلين بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله السميع العليم. المهم بلا ما نوصيكم تهلاو ليا في راسكم وادعيو معنا، ودعيو مع انفسكم، ودعيو مع المنتخب ديالنا ان شاء الله انه يحقق الالقاب ويسعد المستضعفين اللي مساكن تقالت عليهم الهموم ديال الارض، وبزاف ديال المطارق معمرين العقل ديال المغاربه والاذهان ديالهم. المعيشه صعاب والوقت صعاب، وكره القدم متنفس، نعم عارف انها مجرد رياضه ولعبه، ولكن ما نكروش اننا تنعيش معها افراح كبيره تتنسينا ولو للحظات في هموم الدنيا واعبائها. ما عندنا ما نديرو. هذه وحده من الاشياء اللي تترفع على الانسان وتتخليه انه ينسى الهموم وما يقع في هذه الحياه ولو لبرهه. وتهلاو لي في راسكم كما قلت، كوني عون ربي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.